ورجعت لكم تاني مع سلسلة موبايلات سعرها نزل وبقت بتقدم صفقة ممتازة. وفي الفيديو ده زي ما اتعودت معايا جايب لك كام صفقة موجودين دلوقتي في السوق انا شايف ان هم في فئاتهم السعرية بيقدموا اعلى قيمة مقابل السعر، وخصوصا الموبايل الاول والموبايل التاني بصراحة ما شفتهمش من فترة طويلة واحد فيهم نزل للسعر ده قبل كده. قبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش لايكك، سبسكرايبك الرايق، وادفع عن زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. لايكك وشيرك بيفرق كتير جدا في انتشار الفيديو. عايزين نوصل 200,000 مشترك في اقرب وقت، وكمان ما تنساش تتابعني على كل المنصات التانيه، هسيب لك اللينكات تحت في الديسكربشن. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. واول موبايل معانا انا شايف ان الموبايل ده بيقدم قيمه ممتازه حاليا ومن فتره كبيره جدا، سعره ما نزلش اساسا وبقاله فتره سعره ثابت، هو السامسونج اي 35. سعر الموبايل وقت تصوير الفيديو 12600 جنيه بعد ما كان سعره فضل لفتره طويله ب 12950 وب 13000 جنيه. في الفئه السعريه دي انت هتلاقي موبايل في السوق انا اتكلمت عنه وقلت ان هو موبايل للشخص حاليا، هو الريلمي 12 برو. ممكن تلاقيه كمان ارخص من الاي 35 حاليا. فهل اشتري الاي 35 ولا اشتري الريلمي 12 برو ولا موبايل تالت اللي هو الاونر اكس 9 بي اللي هنجيله دلوقتي اللي سعره برضه اتحرك؟ انا من وجهة نظري بصراحه لو انت بتدور على سوفت وير ابديتس باستمرار يجي لك كل نسخه اندرويد بتنزل، بتدور على دار من الازاز، افضل تصوير فيديو وافضل تصوير بالنسبه للكاميرا الاساسيه في الفئه السعريه بتاعه 12000 جنيه، هنا بيحتلها بصراحه السامسونج اي 35. وكلامي واضح بالنسبه للكاميرا الاساسيه فقط، ما بتكلمش عن تعدديه الكاميرات ولا كاميرا 2 اكس ولا كلام من ده، لان الاي 35 ما فيهوش كده. اما بقى لو انت بتدور على موبايلات فيها تقنيات شحن سريع، حاجاتها جايه في العلبه، كاميرا 2 اكس والكلام ده، فاكيد هيكون واحد من الاثنين دول اختيارك، يا ريلمي 12 برو يا الاونر اكس 9 بي اللي هنجيله دلوقتي. لو انت بقى بتحب سامسونج فالموبايل ده صفقه كويسه جدا بالنسبه لك حاليا في سعره. اما بالنسبه لتاني موبايل وده صفقه جامده جدا جدا لان سعره نزل بطريقه مش طبيعيه الفتره الاخيره، هو الريدمي نوت 13. انا بقالي فتره متابع الموبايل ده وشايفه سعره بينزل بشكل هستيري للنسختين، ال 628 اللي سعرها نزل من 7400 فجأة لحد 7000 جنيه بالظبط، والنسخة 856 اللي سعرها نزل من 8 ونص لحد 7700 حاليا. فأنا شايف إن الاتنين بيقدموا قيمة رهيبة جدا مقابل السعر. لو أنت بتدور على موبايل 8256 في فئة 7000 جنيه بشاشة أموليد 120 هرتز وسماعات ستيريو وتجربة كاميرات ممتازة بغض النظر تماما عن سوفت وير شاومي، وكمان بعيدا عن تجربة الألعاب، ريدمي نوت 13 قوي جدا في كل حاجة ما عدا تجربه الالعاب وما عدا سلاسه السوفت وير. غير كده بقى الموبايل فيه كل حاجه انت ممكن تتخيلها. وبالنسبه كمان للنسخه ال 628 اللي ب 7000 جنيه انا شايف انها صفقه رهيبه جدا حاليا، تعتبر بالنسبه لي صفقه اقوى كمان من النسخه ال 8256، لان في بدايه ال 7000 جنيه هنا مفيش غير ان ايه 15 والريلمي سي 67، والموبايل ده ينافسهم راس براس كده قدامهم، بل ويتفوق عليهم في بعض الحاجات. الموبايل اللي بعد كده وفي ناس كتير بتسالنا عنه هو الاونر اكس 9 بي. جالي اسئله كتير جدا، انا بلاقي الموبايل سعره غالي اجيبه منين ب 12 وكسور زي ما انت قلت. انا جايب لك دلوقتي الموبايل ب 12800 جنيه للنسخه ال 12 256 جيجا. وهنا نرجع لنفس الكلام تاني، اشتري اونر اكس 9 بي ولا ايه 35 ولا الريلمي 12 برو؟ قطعا واقول لك من الاخر، لو انت بتدور على موبايل يستحمل معاك، الشاشه مقاومه للصدمات ولكن مش مضاده للكسر، خد بالك من الكلمتين. كاميرا اساسيه قويه، بطاريه محترمه جدا، شبكات محترمه جدا جدا، وخصوصا انك بتحب شركه اونر، مع شحن يعتبر كويس 35 واط، فهو توليفه تعتبر كويسه، بس قصاد كده هتتنازل عن السماعات الاستيريو، وفي نفس الوقت مش هتاخد الدعم باستمرار زي سامسونج لمده 5 سنين، انت هنا اخرك سنتين سوفت وير ابديت. لو انت بقى بتدور على موبايل متوازن جدا، تعدديه في الكاميرات، سماعات ستيريو، شاشه كيرف، انت بتدور على الشاشات اللي شكلها شياكه، بشحن سريع في العلبه، اسرع شحن موجود هنا، وبطاريه برضه ممتازه. هي مش في حجم الاونر، هي 5000 ملي امبير فقط، بس هو يعتبر ارخصهم حاليا، هتروح للريلمي 12 برو. لو انت بقى عايز الدعم بتاع السنين اللي قدام ده وبتدور على تصوير فيديو محترم وكاميرا اساسيه محترمه، يبقى هنا اختيارك السامسونج اي 35. اظن ان انا كده فسرت لك الدنيا كلها ما بين الثلاث موبايلات دول. الموبايل اللي بعد كده بقى وده انا اتكلمت عنه مره قبل كده ومن بعدها ما اتكلمتش عنه تاني، بس مؤخرا لقيت سعره نزل جامد، هو الايتل ار اس 4. الموبايل ده لك ان تتخيل ان سعره دلوقتي وصل ل 8400، وبتكلم هنا على نسخه 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا ذاكره تخزينيه، والموبايل بيجي بمواصفات محترمه، شاشه اي بي اس بالهول بانش،
اتش دي بلس ولكنها 120 هرتز وسطها يعتبر كويس. تجربه كاميرا اساسيه محترمه بصراحه، وتجربه الكاميرات كتوتال بالكاميرا الاماميه كويسه جدا على فئته. اللي بيميز الموبايل ده حرفيا ان مفيش موبايل في الفئه دي بيديلك 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا ذاكره تخزينيه ومعالج ممتاز يكفيك في الاستخدام اليومي وتجربه الالعاب. فانا شايف ان الايتل ار اس 4 من اكتر الموبايلات دلوقتي اللي انا برشحها في فئه 8000 جنيه بعد السامسونج اي 25. الموبايل اللي بعد كده، وده انا قعدت فتره كتير انتقده بس حاليا فعلا سعره عمال بينزل وبيقدم صفقه ممتازه، هو الريدمي نوت 13 برو النسخه ال 4 جي من شاومي. الموبايل ده دلوقتي سعره وصل ل 10500 جنيه. الفئه السعريه دي في السوق المصري ما فيهاش غير موبايل واحد هو اللي يعتبر منافس شرس، هو السامسونج اي 25. بقيه الموبايلات اللي موجوده هتلاقي الاوبو رينو 12 اف 4 جي، ريلمي 12 4 جي، كل دي موبايلات بتقدم شاشات قويه ولكنها بتقدم معالجات ضعيفه. الريدمي نوت 13 برو بقى النسخه ال 4 جي بيقدم لك معالج قوي للاستخدام اليومي وتجربه الالعاب، وفي نفس الوقت معاك شاشه خطيره 120 هرتز باقل حواف هنا، وسطوع بيوصل ل 1800 نتس فول اتش دي بلس بالهول بانش، وفي نفس الوقت شاحن سريع، بطاريه 5000 ملي امبير، تجربه كاميرا خلفيه محترمه جدا، وعندك الكاميرا الالترا وايد وكاميرا اماميه كويسه جدا. فلو انت بتفكر في موبايل قوي جدا في الفئه السعريه دي بعيدا خالص عن فكره شاومي، فحاليا الريدمي نوت 13 برو ال 4 جي بعد ما سعره وصل ل 10 ونص انا شايف بصراحه بالنسبه لي انه صفقه رهيبه حاليا. بس ارجع واقول لك لو بتدور على سوفت وير مستقر ما فيهوش مشاكل هتضطر انك انت تستثني الموبايل ده خالص، غير كده بقى فالموبايل ده هو اختيارك. الموبايل اللي بعد كده هو الاونر اكس 7 بي، موبايل من ضمن الموبايلات المحترمه جدا اللي انا بحبها من شركه اونر وبتدي قيمه عاليه مقابل السعر. سعره نزل من 8600 اخر مره شفته لحد 8200 حاليا، والنسخه دي 6 جيجا بايت رام 256 جيجا ذاكره تخزينيه. اللي بيخليني احب الموبايل ده في الفئه دي انه بيدي لك سماعات ستيريو مع براند اونر، كاميرا اساسيه مع كاميرا الترا وايد، بطاريه 6000 ملي امبير مع شاحن 35 واط. الكومبو ده على بعضه مش هتلاقيه غير من شركه اونر، وخصوصا ان المعالج هنا حلو جدا على استخدامك اليومي. ولكن لو انت بتاع تجربه العاب لا، في موبايلات تانية بمعالجات جي 99 هتدي لك اداء افضل، لان الموبايل ده جاي بال 680 سناب دراجون. الموبايل اللي بعد كده هو الريلمي 12 النسخه ال 5 جي. الموبايل ده سعره كان ماسك 10500، حاليا سعره نزل ل 9600، وانا شايف انه صفقه حلوه للي بيدور على موبايل من ريلمي في اداء الالعاب قوي يديله اداء مرضي بالنسبه له، ومش لاقي الريلمي 11 فقدامك الريلمي 12 ال 5 جي. ولكن لو بتسالني على موبايل بشاشه اموليد بقى والكلام ده، الموبايل ده بشاشه اي بي اس 120 مش شاشه اموليد، فمش هتاخد الوان حلوه من الاخر، مش هتاخد شاحن 67 واط للاسف، هتاخد 45 واط. ولكن غير كده انت بتاخد معالج قوي دايمنستي 6100 بلس، معالج محترم جدا قريب من الجي 99. فلو انت بتاع تجربه العاب قوي وبتحب ريلمي ده اختيارك. لو انت مش بتاع تجربه العاب لا، انت عندك الريلمي 12 ال 4 جي بيقدم قيمه افضل مقابل السعر. اما بقى بالنسبه لاخر موبايلين معايا في الفيديو، الاوبو رينو 12 النسخه ال 5 جي اللي انا اتكلمت عنه من قريب وقلت ان الموبايل ده صفقه كويسه جدا لو انت بتحب اوبو. سعره كان 23000 جنيه للنسخه ال 12512، حاليا وبعد اسبوعين بالظبط من نزوله او اسبوع سعره نزل ل 22200، والعرض ده حاليا موجود عند الشيك ستور. لو عايز الموبايل خش كلمهم. اللي بيميز الموبايل ده من وجهه نظري او ايه اللي عجبني في تجربته، سوفت وير اوبو مع المعالج الدايمنستي 7300 انرجي مع مميزات الذكاء الاصطناعي اللي اوبو حطها، وتصوير الفيديو الموجود في الموبايل ده، وكمان التصميم الشيك الكويس جدا بالنسبه لي. هو مش حلو كخامات، هو من البلاستيك، ولكن فكره ان اوبو حط لك فيه دعم مقاومه الميه اي بي 65، زائد كمان ان الموبايل مقاوم للصدمات الى حد ما ولكن مش ضد الكسر. وبقول تاني، ومعاك بقى سماعات ستيريو، شاحن 80 واط في العلبه، بطاريه ممتازه، فالموبايل يعتبر توليفه حلوه على شركه اوبو، وبالمقارنه مع الاوبو رينو 11 بتاع السنه اللي فاتت. اخر موبايل بقى هو الايفون 13، والموبايل ده سعره عمال بينزل، وصل دلوقتي ل 23900. وخليني اقول لك ان الموبايل في السعر ده هو فئه حساسه، وفي حواليه موبايلات اندرويد كتير بشاشات 120 بقى وتطوراته وبتاع، والايفون 13 للاسف شاشته 60 هرتز مش افضل حاجه. بس لو انت بتدور على اقوى تصوير فيديو وانت راجل صانع محتوى وعايز تقدم محتوى بموبايلك وعايز تطلع لايف من خلال الابلكيشنز نفسها، مش هتلاقي افضل من الايفون 13. لكن لو انت مش بتعمل الكلام ده وعايز موبايل عادي للاستخدام بال 120 هرتز وبالتطورات والكلام ده، فلا انت عندك الفيفو في 40، عندك الاونر 200، عندك الاوبو رينو 12 النسخه ال 5 جي. كل دي موبايلات حديثه بريفريش ريت عالي والكلام ده كله، هتلاقي فيها سرعه شحن وهكذا. لكن الايفون مصمم للتصميم الاليجنت جدا 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 الفخم اللي مش هتلاقي زيه. فكره تصوير الفيديو الموجود فيه، وعلى فكره تصوير الصور ينافس لحد الان، وهو في الكاميرتين اللي انت هتحتاجهم الاساسيه والالترا وايد،
وفكره الشاشه اللي الوانها اكيوريت جدا تقدر تعتمد عليها في التلوين وانك تشوف عليها الالوان الحقيقيه بالظبط. فلو انت بتاع الثلاث حاجات دول الايفون 13 صفقه قويه دلوقتي، وخصوصا ان سعره اخر مره من كام يوم شفته كان ب 24 ونص، دلوقتي نزل 600 جنيه. لكن لو انت مالكش في الثلاث حاجات دول او مش هتجيب موبايلك عشان الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم دول، اي موبايل اندرويد تاني في الفئه السعريه ده هيغنيك عن الايفون 13. اي موبايل من دول انت كنت ناوي ان انت تشتريه، رايي انك تشتري دلوقتي، لان الفتره اللي جايه الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في الاسعار. ما تنساش اكيد لايكك، سبسكرايبك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك من زي ما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.